سؤال: شنو يصير اذا فتحت باب الطيارة وهي الطيارة طايرة؟ تخيل الفكرة الرهيبة. يعني تخيل نفسك مسافر الطيارة مع السفر وجيت مثل المخبل فتحت الباب مع الطيارة وهي الطيارة طايرة، ايش راح يصير؟ الجواب: كل شيء ما يصير. ايش متوقع يعني؟ تعرف ليش؟ لان اصلا ما تقدر تفتح باب الطيارة والطيارة طايرة لان الباب اصلا ما تنفتح، حتى ابو الطيارة ما يقدر يفتحها، حتى ذن اللي يشتغلن بالطيارة المضيفات ما يقدرون يفتحن الباب. وهذا الشيء بسبب الضغط الخارجي اللي موجود خارج الطيارة. اكو ضغط صاير على الباب بحيث الباب بصعوبة تنفتح. بالاضافة الى انه باب الطيارة تنغلق بشكل كهربائي، مو يعني قفل يشدوا بيدهم وسرقي لا، اكو دقمة يدوسها تطلع مثل السراقي الحديدية تنقفل بها الباب مع الطيارة، وهاي الباب ما تنفتح الا تهبط الطيارة. بس خلي نفرض انه انت قدرت تفتح باب الطيارة والطيارة طايرة بالجو، شنو اللي راح يصير؟ اول ما راح تفتح الباب مال الطيارة راح تنشفط انت والباب مال الطيارة خارج الطيارة، تنشفطون شفط، الهواء اللي برا راح يسحبك ويشمرك. ثاني شغلة راح يصير اكو خلل توازن بالطيارة، وهنا هم زين انت انشفطت حتى ما تشوف المظهر. بعدها راح تبدي تتفكك الطيارة جزء جزء، هيش تشقق الطيارة، وراح تصير كارثة وراح توقع الطيارة وتتفلش وكل الركاب يموتون بسبب فضولك. اكو واحد كتب هذا السؤال بالتعليقات فاني حبيت اجاوب. فضولك، اهدأ اهدأ، وهاي كل ما بالسلامة.